أهلا وسهلا فيكم أصدقائي أبطال الصف التاسع في منصة دليل التعليمية لشرح المنهاج السوري. اليوم بدنا نكون مع حل تقويم الدرس الخامس من قسم الجهاز العصبي لدى الإنسان، وكان الدرس بعنوان الجهاز العصبي الطرفي. أولا، ضع المسمى من المسميات بنية العصب بما يناسب الأرقام الموجودة على الشكل. واحد، لاحظ أنه هي عبارة عن الحزم العصبية. بالداخل هي الحزم العصبية، إذن واحد الحزم العصبية. اثنين، لاحظ اثنين هي عبارة عن ليف خارج من قلب الحزمة، يعني ليف عصبي. ثلاثة، هو عبارة عن غلاف بيحيط بالحزمة، إذن هو غلاف الحزمة. أربعة، نسيج ضام. خمسة، اللي هو غمد العصب. طبعا ستة، اللي هن الأوعية الدموية. إذن الرسمي طبعا بالامتحان النهائي تجي هيك رسمي عليها، طبعا ما بتجي 6 مسميات، بأغلب الأحيان بتجي 4، بدي أتعرف عليهم وأكتب المصطلح العلمي الموافق لكل مسمى. ثانيا، أصل بخط أو أكثر كل عبارة من القائمة A بما يناسبها من P لأحصل على خصائص الأعصاب وأنواعها. لاحظ عدد الأعصاب اللي هن 12 شفع تتصل بالدماغ، شو كان اسمها؟ العدد 12 شفع تتصل بالدماغ، من اسمها تتصل بالدماغ هي أعصاب دماغية. 31 شفع من الأعصاب تتصل بالنخاع الشوكي، نخاع شوكي بالتالي شوكية. يتكون كل عصب من اتحاد جذرين، أمامي محرك وخلفي حسي، اللي هي الأعصاب الشوكية. أعصاب تمر من ثقوب في قاعات القحف وتتوزع في الرأس والعنق فقط، اللي هي أعصاب دماغية. يخرج من الدماغ ويصل إلى أحشاء في الصدر والبطن وهو العصب المجهول. قلنا لكم سابقا فسر تسمية العصب العاشر بالمجهول، لأنه يخرج من الدماغ ليغذي الأحشاء في منطقة الصدر والبطن. طبعا لهون بيكون انتهى حل التقويم النهائي للدرس الخامس في قسم الجهاز العصبي لدى الإنسان من الوحدة الأولى. نلقاكم في دروس لاحقة بإذن الله على منصة دليل التعليمية.